المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لنواصل هذا المحتوى. هذه القصة، هذه الكوارث يا ربي في طوغو ما تصراش، في الموزمبيق ما تصراش. دولة بحجم الجزائر نعينوا وزير بدون تحري، نعينوا وزير ماناش عارفينه بلي عنده جنسية فرنسية، ومن بعد نقولوا سمحوا لنا رانا غلطنا. نعينوا وزير تشابه اسماء كيما واحد الفيلم انا تفرجته بكري تاع احمد زكي الله يرحمه، تشابه اسماء، عينوه وزير نفس الشيء، تشابه اسماء، تحطوا امام امر الواقع خلوه وزير. حنا مزية ربي ما خلوش وزير، يعني عاودوا الاكتفاء وقال لك لا 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 ماكش انت يا ودي تشابه اسماء، ماكش انت، لانه الخدمه كانت بالتليفون ما كانش بالمصالح الامن. لانه لو كان فات الملف على مصالح الامن الداخلي واستعلامات الشرطه وتحقيقات الدرك، مستحيل لي تروا سيرفيس يغلطوا، لي تروا سيرفيس يديروا تحقيق. قال انت راه عندنا عبد القادر مسعود هذا عندنا 4 ولا 5 من الناس، شكون راك تقصد فيه؟ تقصد فيه فلان ولا لا لا نقصد هذاك تاع الصحراء تاع تيمومون. ايه ما نروحش نجيب تعباتنا، لانه كاين واحد تاع تيمومون عبد القادر وسموه عبد القادر مسعود، وكاين واحد تاع باتنا تحوس على تعباتنا تاع تيمون، لا نحوس على تيمون. ايه مصالح الامن يعرفوا. بصح كي تقول انت عبد القادر مسعود شوفونا شكون اللي في لاليس عبد القادر مسعود هذا، عيط عقل الو عبد القادر مسعود واش راك وراك راني في القهوه نسق قهوه، روح وجد روحك راك وزير تاع واش؟ راك وزير السياحه. السيد راح لبس كوستيم وكذا وكذا وجاي، من بعد قال لهم ايه، قالوا لا لا ماكش انت اخذ اخر. هذه الدوله هذه. كي نقول لهم انا براكه مرانيكا ونقول لهم زريبه يقول لك بزدير يسب فينا، ما هذه حقيقه. هو تعين وزير ماكش عارف شكون هو. اذا وصلنا الى درجه تسيب، ويعني درجه من التسيب والانحطاط وكذا. يخرج لنا وزير التجاره يقول لك احنا رانا معتمدين على المستثمرين ورجال الاعمال تاع النيجر. يا رزيق راك دايخ. اذا كان تقصد رجال الاعمال تاع نيجيريا ممكن، لانه نيجيريا دوله اقتصاديه نفطيه غازيه من الدول الكبرى في افريقيا، تعتبر من ممكن ثالث او رابع دوله غنيه في افريقيا بعد جنوب افريقيا مصر والجزائر، لانه كاين 4 دول يعني اللي قويه في افريقيا، كاين جنوب افريقيا، كاين مصر، الجزائر ونيجيريا، هذو الدول القويه يعني اقتصاديا وعسكريا وبشريا وكل شيء. نيجيريا دوله قويه نعم. اذا تقصد يا رزيق نيجيريا ممكن نيجر خاف ربي يا رزيق، لانه رزيق فقد الشيء لا يعطيه السيد خاطيه مسكين. هذا العينه اللي حطها لنا تبون رزيق وياسين مش عارفين تاع الانفورماتيك وقش بختة، خلات الشعب يقتنع في اللاوعي انه هذو هم رجال الدوله. هذا واش عندنا؟ واش تحوس عاد قسام السعيد تهري مباشر ما تبداش تقوت؟ واش تحوس؟ واش تحوس؟ واش بربو بالقايم هذا يا السعيد اليوم في اجتماع؟ واش به بالقايمه؟ ما تبداش ترى انك ترسل لي في حوايج تاع شكوبي تاعك سمعتني حاضر معاهم على بالنا حاضر معاهم، ما تبداش ترى انك تذن هو يسمع فيا هذا البغل هذا مش يسمع فيا. اذا المستوى الان بالنسبه لي الوعي واللاوعي والانا الداخلي والخارجي عند القاشي عند الشعب، انه نخبه المجتمع الجزائري هما رزيق بوطبيق منذر بودن بن مبارك. كي تهضر معاه يقول لك انا عارف خير من تبون، هذو هما الربوبه تاع البلاد. يا ودي راك غلط. لا لا انت بزديره ما تبداش تخلط، تعرف تخير من تبون. يا ربي تبون من 2020 هو يغلط، هاو جاب لنا شعابنا وزير وبعد كده قال سمحوا لي غلط. هاو وين جاب لنا مسعود وزير السياحه وقال غلط، هاو يغلط شاك فوا يغلط. اذا ماهوش كلام قران منزل، تبون راهو غلط. تبون يريد ان يقنع القاشي والشعب ان ما يختاره من وزراء ومسؤولين هما الزبده المخيرين، بينما هم العكس. 90% من وزراء تبون من 2020 إلى الآن هم أقل من مستوى رئيس دائرة، حتى باش ما نطلعش لفوق نولي نضرب البلافون فوق. وزراء تبون من 2020 من جونفي 2020 إلى اليوم وزراء تبون 90%، نستثني 10%. 90% من وزراء تبون لا ترقى
كما يقولوا مستوى لا يرقى مستواهم الى رئيس دائره، المخير فيهم نعطي له رئيس دائره. اقسم بالله ما نعطي له رئيس دائره. رئيس دائره عيب كي تقارن رؤساء الدوائر ايام الشاذلي بن جديد وحتى ايام زروال وحتى ايام بوتفليقه. مستوى رئيس دائره في ايام بوتفليقه هو مستوى وزير الان على التبون. لا مستوى ثقافي ولا مستوى سياسي ولا مستوى كما يقول لك الناس لا في الشكل ولا في المضمون ولا ما كانش. وهذه هي الكارثة، أنهم يريدون ترسيخ هذه الفكرة أنه الصف الأول اللي راه الآن في الجزائر هم نخبة المجتمع، وهو أبدا ما تقدرش تقنعني بلي هذا هو نخبة المجتمع، لأنه النخبة الحقيقية التي تم تهميشها بما فيها في الجيش حتى المسؤولين في الجيش اللي هم حاطينهم سواء في الأمن أو في الشرطة أو في الدرك أو في كذا يريدون إقناع الرأي العام أنه هذا هم المخيرين. لا، لماذا؟ لأنكم خيرتهم ودخلتهم الحبس. أعطوني واحد من المسؤولين في وقت بوتفليقة نحاه ودخلوا الحبس، أعطوني واحد قائد درك ولا قائد شرطة ولا قائد مخابرات ولا أعطوني. لماذا؟ لأنه بوتفليقة يختار الرجل الصح المناسب اللي على باله باللي مستحيل يدير خطأ يستحق السجن، ممكن يدير خطأ يستحق الإقالة. نعم، أنا ندير وزير اللي فيما بعد نكتشف أنه أخطأ نقول له نعفيه من المهام، لكن لدرجة أنني نحطه في السجن مش منطقي، معناتها خيارك من الأول خاطئ. المشكلة أنه الخيارات تتكرر، الأخطاء هذه تتكرر يوم يعني باستمرار. نحط رئيس حكومه ومن بعد نهمش ونرميه لدارهم، نحط مستشار بعد كنسكر عليه، نحط رئيس وزراء من بعد نمنعه من الخروج من مغادره التراب الوطني، نحط وزير وبعد كندخلوا الحبس، نحط جنرال مدير مخابرات وندخلوا الحبس، نحط مدير الشرطه وندخلوا الحبس، نحط قائد الدرك وندخلوا الحبس. كارثه. هل الخطا في هؤلاء المسؤولين كلهم ما يسواوش، ام الخطا في من عينهم؟ لانه اللي عينهم ما يعرفش يعين، اللي عينهم ما يعرفش. هو دوكا تغلط اليوم تغلط يعني. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. انسان ما يغلطش 2 مرات. هون عينت مدير الشرطه بعد كده لقيته باللي خاين دخلته الحبس، عينت مدير المخابرات بعد كده لقيته باللي فاسد وسراق وكذا 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 ودخلته الحبس، عينت قائد الدرك لقيته ما يسواش كذا دخلته الحبس، عينت وزير بعد كده لقيته كذا كذا ما يدخل، عينت مدير البروتوكول تاعي يعني الذراع الايمن يعني رجل الثقه تاعي عينته كذا بعد كده لقيته ما يسواش دخلته الحبس. كارثه. وصلنا الى درجه وين ولينا نحشموا نناقشوا هذه المواضيع، لانه اعدائنا يدوها يقول لك شهد شاهد من اهلها، هاو قالها بن زديره قال هذه الحقيقه. دوك انا مش على جال مراركه نقول يستر، ما نسترش، لانه استرنا ما كانش، ما حبيتش تحشموا. استرنا ما حبيتش تحشموا. قلنا لكم يا ودي يا سي تبون الوفد اللي عماك والمغرر بهم وكذا هسقموا روحكم، ما حبيتوش. هذوك هاد المسؤولين كامل فاسدين ما يسواوش غير انا قلت لكم من 2020 الى الان، من جونفي 2020 يقول لي هذا وسير الشركه تستعمرون تطور مع الرئيس يعني شنو هذا؟ واش بيه هذا اوغلو مسير شركه توسيالي؟ هي راهم باينين علينا، راهم باينين علينا مادينا واخذيننا. خلينا من جدهم. هدرنا تبون فهمت شنو هذا؟ تبون سقسيتو رئيس الوزراء قالت له البلافو تاع العثمانيه. فهمت انا الاتراك هم اللي يخدمون رئاسه الجمهوريه؟ والله ما فهمت انا. المكتب تاع تبون اللي كانوا مجتمعين فيه هو ورئيس الوزراء بنين وعثمانيين، واش دخل عثمانيين؟ تبون اتقي الله، حتى ويكونوا خدموه اتراك قال هذا جزائري. المقاول العثماني جبت عثماني مقاول. هي الهند احنا دوك راه عندنا البلافو في الجزائر نص الفلل في الجزائر مبنيين بالطراز هذاك المغاربي تاع المغاربه يخدموا البلافو. مالك يدخلوا الناس يقولوا هذا تاع المغاربه شنو؟ لا، الهندسه مغاربيه معروفه، هندسه عربيه اسلاميه في الاندلس، الهندسه العربيه الاسلاميه هذه هندسه عربيه اسلاميه. واش دخل عثمانيين؟ هاي من الاخطاء. تبون تسالوا وزيره ايطاليا المترجم يقول له قالت لك السطح هذا يا شباب منين؟ قال هذا خدموا الاتراك، خدموا هذا اردوغان وجماعته اوغلو، احنا ما نخدموا والو. احنا اهانه.
إهانة سي تبونا مع بكش بإهانة نقول لك راك مرمتنا، راك مرمتنا، سربحتنا، بردعتنا، قربعتنا من القرباعي والبرداعي. نعاودوا نرجعوا. المشكل أنه هذه المسؤولية راهم في السجن إهانة للدولة وللرئيس. من 2020 إلى الآن كل القطاعات تمست، كل القطاعات كلها بدون استثناء. تغيير في قيادة الجيش، تغيير في قيادة المخابرات، تغيير في الشرطة، تغيير في الدرك الوطني، تغيير في الحكومات. 6 حكومات، أنا في 6 حكومات، 6 سنوات 6 حكومات. تغيير في الولايات كامل، تغيروا رؤساء الدوائر، تغيروا المدراء، تغيروا القضاة، تغيروا الدنيا كل تغيرت. الحاجة الوحيدة اللي ما تغيرتش لأنها منزلة في القرآن هي مصالح رئاسة الجمهورية، ديوان الرئاسة. ديوان الرئاسة نفس الأسماء ونفس الوجوه ونفس الأشكال، نفسها ما تغيرتش. كل المسؤولين الآخرين ما يسووش. الحكومات مش مليحة نحاهم، الجنرالات مش مليحة نحاهم، الدرك نحينا، الشرطة نحينا، كل الشعب دخلنا على الحبس، اللي هرب، البوطي الناس كلاها البحر كذا. كل شيء تغير في العالم. الحاجة الوحيدة التي لم تتغير، الحاجة الوحيدة التي لم تتغير هي ديوان الرئاسة. اللي دخلوا مع التبون في جونفي 2020 اللي دخلوا مع التبون 2020 جونفي هم نفسهم. الوحيد اللي كلاه بوبي، أو 2 3 ولا 4 اللي كلاهم بوبي، لأنه صار صراع داخل المرميطة، داخل الباطة تاع السردين. شكون الحوت ياكل الحوت الكبير، ياكل الحوت الصغير. اللي كيداوه اللي دخلوا الحبس. لكن الرموز، الوجوه اللي شفناها في 2020 مع التبون هي نفسها. ما غلطوا، ما عطسوا، ما حمحوا، ما كانوا له، لأنهم هما صحاح، هما للصح. أما الحكومة، الوزراء، الولاة، المدراء، الجنات كذا، هذو كلهم ما يسووش. مش غريب يا ناس، مش يعني شيء كما يقول لك يفريني المخ. مش منطقي ما يحدث، مش منطقي. أمام كل هذا اللي حل فمه يا إما يدخلوا الحبس، يا إما يعطوا له إنذار أول وأخير باش ما يزيدش يحل فمه، يا إما يتم تخوينه، اتهامه، تخوينه، تشويه صورته.